دونك بويسا أسجلته يعني على حسب وقار حبي هاي جيبوتية وعدنا عفراي عفر باروي عفر مياي ينكي عفر يعني لو حدل تبنا مليون يعني تاكي بحر مليون توبيا الجيتي ما لما مليون على تريال جيتي ما قبوتيل بحر بول هالفي يكن وهو يعني استاتستيكي كده تبعيمي لو إنها استاتستيكي أنا ما دولة لي حاجدي معوك أريجو دودانم هنا تكبر لحمل يونتا تكبر بحر مل يونتا أما آخره هنتلا عفر تبنا مليون يعني تكي مسلميني توجد كيني كتك معي ما أجد ثاني يكتبيني مي أنا قحسوا ما تو يورس أتيا ثاني أتي لي مثبتها تو عدنا هاي عفر مانكل يعني تعيشي يعني كي عفر جيبوتيل يعني تعيشي على تريال معاشات له وتوبيا المعاشات له مهكا يعني كارتي اللي يسبوا لناي دونك توكي لكتا عفر دونك سدي حار حل افكتو تعيشه وتوبيا كا عصبد يعني كك دحانم لم يعني كيني وتوبيا لا دا تجتل يعني مصروف حل هاي تما أجزعية يعني هيك بام عفر اللي تنباروي جيبوتي لي بارو حدلو بولو سجلة بنا عفر له شعبيا وقتين كي عفرا بولك كنت بكبو يعني تافي أفك باهم مرا يعني الدهان مهارحم عفرك عفر معيه جدي يعني تكيه هو جيبوتي يعني كي يرحم بولو لما ني نوك عيسي باروك عندي جدي براليه ويسا بارو عفر كي عيسى أنا ما مجي عفر كي سوماليا أنا تأثير لو إن عفر إنكي تان شعبي عفر إنكي هم مراي عفر إتنيك يعني كي هم مراي عيسي كدو برا عيسى عفر الباهم مرهنا عفر كي سومالي ترباهنا دودانا لكن عيسى عندك كدو براي عفر الباهو دودانا هناي كولونايزك أما تيمي ما هاي فرنساوي دم تيمي ويسا أكام كادونا قبوتي عفرا وتبيا كي ألاتريا عفرك تايسه لونا قبوتي هدلا مقوم أبين لونو بوليتيك حدو يعني تكيك ايكونوميك حدو يعني تكيك كنيه ما وكم توبكو ألاتريا كي جيبوتي توبكو ألاتريا كي أوتوبيا توبكو هنها قبوتي عفركادنا يعني و أبينو لمرلوكو هشكتلي وما نكري الباهن تو يعني بارو حدوي تو عدينا بارو حدو هم انه عدينا this is cards this is map of Afar in the Republic of Djibouti ما كها عفر يعني لباتنا كيس دي حال في لباتنا في كي لما بولو كيلومتر ليه عيسي يعني تجد برالي باروك عندي جد برالي جيبوتي مقالة لا عفر تاني سومالي تاني عرب تاني حبشة تاني فرنساوي تاني كل الديان كي تاني دونك اللي حبولي كيلومتر عيسي أرحو مدودا أما هي معدو سهاي عفر يعني بارو لمي تو عدنا بسوه الدجنكي هاي فرسوكو هيستوري أبولها وعدنا فرنساوي نهرك حيو أمته فرنساوي حيو اللي تمتكلي يعني صحيح عفر دردارتي تلوكوي راحيت السلطان اللوكو يعني تيهن كنهم ما راحيت السلطان اللوكو تيه وعدنا رحم عفر راحيت السلطان أفتكن هي لو إن عفر ما يعني كامولايو يانم عسي سمرا هناي ممكن أبي حسينه فوق حسيدكم فوق حسين ياي so and if you go back to slide 2 just to kind of gain perspective when we talk about Afar triangle or Afar Sidi Hamo in the Afar language it's that triangle shape that the Afar territory makes. As you can see, on the northern part, you can see the strip of Nankalia. And then on the southern part, you can see the Afar regional state in Ethiopia, as well as Djibouti on the eastern coast. That speaks to the triangle. He spoke about the importance of the economic importance of the Afar region and Afar territories in terms of on the Nankalia side, the port and access to the Red Sea, and then on the Ethiopia side, the importance of about 90% of
the economy that comes into Ethiopia is through that road that runs through the Afar region. So in many ways, the Afar region of Ethiopia is the throat of the Ethiopian economy, with all the economic access, all that economic activity coming through the roads that run through the Afar region in Ethiopia. And then in terms of Djibouti, you have the two ports in Djibouti, and the geostrategic importance of the French, the US, Italian, and so on, military bases in that country. Go to the next slide. And so, I just kind of spoke to, when we talk about where the Afar people live, the three countries, and the, I think I covered that. Sorry, go ahead. توكلي هاي هيستوري حبسها وعدنا جبوتي أككلا مجو مجاعتيتا تيلي نهارسي مجاعتيتا يعني territoire français de Bok et de dépendance يعني سبتة أما مجي جبوتي اللي يارجين كوت française de Somalie كوت française de Somalie ألفيكي بحربول كي ساقلت وعنكي لحي إلى ألفيكي ساقلبول كي لحتنكي ملحين نكسكتي فرنساوي هاي سومالي إلا نواي تبارو محييني يعني سومالي بارو يعني سومالي بارو يعني كهييني مي كبوكتينك راحيت السلطانة أبن نعبو لو نحيوك أفتكين هي عفر باروك أفتكين هي دوبكو جبوتي يعني ككيانكي أميني توكل أساس برا أبيني دونك عفر هاشكتها بين راحيت السلطانة نعبوها بين لكن مجي ستوري أبو لها وعدنا إيطاليا سوماليا هاي تسكتي إنجليزي سومالي لاند هاي تسكتي فرنساوي تو كدري هاي كومبلكس حلتم الدحولته وسم كادونا سن سومالي فداستك سجين وتاج هاي عفر بارولو أرحم سومالي ميجا يعني كهي عين مي عفر حاجة كنيه ما مجي يعني تاليان كه إنجليزي على ليت الدسوجيني وهمي الدابينمي بوكات الدلاء إيانا ما نانو سومالي ميجع كهني حبارلو إيان سومالي حبت اللي ينباروهن عفر باروهيان مختوبك اللي تن تو كادو ناهي كدخلتي الدابيني هي توجد السينما مع نسك معيمي أوي ينتينا ياي أفقد بهن عكسي عكسو أفا عكس ياي الناس جنمي جبوتية وعدنا عفر بارو عفر عكس أكشع بالسوق بارو هنا أقول لها تمرين كيها ساكونا يعني فرنساوي كولونايز باهي مرة توكلي هاي عفر دوبك لبارو محييني يعني فرنساوي باروي سومالي يعني كهبين كود فرنساز effectivement de Somalie سومالي بارو الدين أبارو العفراكستا كمر اللي سوي بارو هنا فرنساوي كتوه يسر وعدنا فرنساوي يعني الدتمي تاليان إيسي سومالي بارو لكسوجي إنجليزي إيسي سومالي بارو لكسوكتي تاليانا سوماليا ديسي إنجليزي سومالي لاند ديسي فرنساوي كادونا هاي تنحل تبارو مياه فداستك سوجيني جابوتي هدام ميني تها يعني سومالي باروين سومالي إلا نوع تبارول يخطبيني هاي نانو سومالي إلا نوع تبارول سومالي بارو يعني كهنميين راحيت السلطانة باروك نيكوت سهي نعبوكي إنجليزي كتاليانيت أبنا عليلي تاغا الدبني بكلها يعني سومالي بارو هنا سومالي اللي تنبارو هنا خلتي أبني ميه إيا نسو. Okay. So historically, Djibouti has been Afar land inhabited by the Afar people. During the colonial period, the Italians had Italian Somaliland. The English also had, the British also had have occupied parts of Somalia. And so at that time, as you guys know, a lot of the colonial powers were in competition for scramble of Africa. And in the process to say that they too also have part of Somalia, or that they can match with the English and the British, they too renamed Djibouti to line up with the French Somaliland.
And the reason why that happened was the Sultan of Rahaita refused to give them land, refused to give them Obok or Hayu. And so in ways of punishing him, they did that. يي توكلي مشاكل يميتي لما كده مشاكل يميتي توا تبارو سومالي اللي تنبارو فرنساوي لي الدحي وعدنا سوماليا independence بيتي ألفي كي سقربول كي لحتمه سياد بريمي هاي توا سوماليا independence اللي بيتكلي تقبوتي كوت فرنسيز دو سومالي ميقع عليه يائي يباروي ويسا سوماليا تسقليه إيه تو مشاكل يبري نهارك أكاقم بكوها حبشا كادونا حبشا كي سوماليا عدوه اللي سبتكلي حبشا كادو تم تبارلوين يعني حبشاك فرنساوي قرعينوت بيتباروين عفر اللي تعيشه عفر حبشا كادونا معاشت له نيميهين ما يتبلي لما دولة ونا لا جيبوتي بالتاسيتا متى أمته فرنساوي تو كدري هاي يعني مقع أبدليات الدمت الدح. So here he speaks to the Somali and Ethiopian claims to Djibouti. Somalia's claim came about after independence in 1960, and the president at that time said, as it has the name French Somaliland, that it should be part of Somalia, and that's where that claim came from. And Ethiopia also made claims to Djibouti because of the historical significance of the two, and the fact that the Ethiopians consider Afar people to be Habasha or part of their history. توكلي فرنساوي مقع أبدلية بتدح نهار كود فرنسيز سومالي بارو إلا رحك سجني كلي فرنساوي قصبتك كتايسا تح عفرك عيسي بارو يعني ما يقولنا العفرك عيسى ينكي أوتوبيا الدم حلتا سوماليا الدم حلتاي توهمي ألفي كيس أغلب الكي لحتان كي ملحيني إلى بنديرة بينها جديدح. So to dispel the claims from Somalia and Ethiopia, the French renamed the territory French territory of Afars and Isas to say that Eritrea has no claims to it and that Somalia has no claims to it at that time. And that's where we were from 1967 to 1977. توكلي دح فرنساوي ودير لما هايتو هدك دخلتي أبتدح نهارسي خلتي سومالي إلا نواي تبارو سومالي بارو يني عفركك يمسحيني الدح توا ياي الدح عفرا إنكيهن إتنيك يعني هي إنكيهن شعبي يعني هي ياكيد عيسى ويسا عندبورا كدو براه يعني تنهي يا إيتين أرح باهيني الدح تون حل تنقدم مشاكل باهتيه الدح أساكو So by renaming سومالي الدح تبليهنا by renaming Djibouti or the territory, French territory of Afars and Isas, at that time, or before that, historically, this has been Afar land. And by claiming that the Isas or the Somalis are part of this land, they basically rewrote the history and by basically legitimizing, in some sense, the Somali or the Isa claim to the country. And by doing this, they brought the Afar people, who are an ethnic group, and then you have the Isas, who are a tribe at the same level when they shouldn't be at the same level in terms of importance. إلى أساكونا يدح كده مشاكلي عفرت فرحي يدح يعني عفر مقع أبارو الدقع سوادي لكن يدح سوماليكا كي مسيح يدح قد بورسيكا كي يمرا يمسيحيني يدح إساقا كي يمرا يمسيحيني يدح داروتكا كي يمرا يمسيحيني أساكو يم مشاكلي يدح أعيسي سومالي سن اللي مرهين ناي روحي كي عين يدح قد بورسي إساقاي دارود عيبي أبانا عفرت كادونا عيبي الدابان الدح لونا أساكونا باور أسن لونه الدح بارو قالوا أنا مها فرنساوي كان حتى أبينو أسن لونه فرينان مباستان الدح بارو اللو أمري minority يمري. So as you guys can see, when the Afars saw their name in the country's name, this is something that brought them joy and showed the importance of who they are at the national level. But one of the effects of this is that the Isas, their claim to power and rise to power
erased other Somali clans that were there, and today's made it a one-party rule. تويا الدح أبارو عفر كعيسى يوعدنا أبها عفرنم سجيه الدح علي عارف مقالي. So when they named it the French territories of Afar Isas, the first president or the person that they put in charge of the new territory was a Afar man, and his name was Ali Arif Burhan. لكن الدح عفر مجي حريات فرداستك سكته أفرنساوي سنك يا عمي لفت اللي سكته كليد فرنساوي وهي من كيه بدل هايته بنديرت سينه نحيينه عيسى قبت هينه الدح حاجد. So Afar here did want self-determination and rights to their land, and they wanted independence. In giving them independence, the French gave them independence, but they put the Somali in charge of running the country. تويا الدحي قبوتي دولة ألف كي ملحنا بولكي ملحنا طبعا كي ملحيني إلى أساكونا لما في كي لواتنا كيتي مروتون كي سيدي حسنة تايدح عفر فلسطين تكيهدح. Next slide, please. So here, since independence in 1977 to today, it has been 43 years of nightmare for the Afar people. Today, we consider the Afar people in the Horn of Africa to be the Palestinians of Africa in the struggle that they're going through today. تويا الدح وقبوتي هبه إنه حسن قولي دبتدان كي أسا أبه ينمود إسماعيل عمر قلي قبوتي اليوم كي مرهنا بارو مرهنا إسماعيل عمر قلي بايوغرافي أبو اللي هيني كيده دردبك يميتن موهده حبشا حسن قولي سوماليا يميتن موهده تو عدنا فرنساوي وريفنا يده وأفك يميتن مرا ليه تمهي كي أفريكال أباسي تامده لونا بارو مريتيتي هكوام اللي تاريخ كليد أفريقيا كل دولة تكا أفمر بهاسته تو مري بارو مرا وما يبولت أسيسانا هده. So the French colonial system today still exists, but exists in a different form. And today in Djibouti, since independence in 1977, there has been two presidents. So the first one is Hassan Guled, who is he was not born in Djibouti. He was born in Somalia, as well as I believe the current president is his nephew. He was born in Ethiopia, Dadawa, and he's also of Somali ethnic background. And so this is something that's not only unique to Djibouti, but this is a game that the French plays around the whole continent of Africa, where they maintain power by controlling who is in charge of the country. And a lot of times it's those people who do not benefit the occupants of the country that they're colonizing or have colonized. تو عدنا يدح أساكون جبوتي هدلا بنديرت بين ساكو توكي تكي ايديولوجي كينيكي لما مدح ما يتبلي first يعني عيسيو بارو لم عيساي لكن أبينو لمي ومونو هبه كدو مماسا يعني كيامرا تو نهارسي ايديولوجي لما هايتو تيا عيسى كوا مرنكي يعني تامك أفتكن هانا روحي كين يا عيني كين حايلسانا كين بارو بوكوسانا وما يبلوت يعني كين سيسانا دح توهمي عفر يعني عفر باروك يا عيني بارو كينك بوكوسانا كي تاما كيني الدحينانا كي أجابو كينك حايلسانا كي أبوز يعني كين تدابانا هدح كل ساكو. So today there's two ideologies in Djibouti. The importance of the Isa tribe as the supreme in the country, controlling all facets of government and economy. And the second part of that is the Mamasan. Mamasan is the clan of the president and his family. They run the country like it's their own business, like it's their own bank account. Whereas the other ethnic group, the Afar ethnic group today in Djibouti is treated as second-class citizens in terms of social life, economic life, political life, as well as schools. Today, since 1977, Afar people have lived as second-class citizens, having their women raped, having their kids not being employed, as well as land grabbing in Arta, as well as like Asal. All these things are done to marginalize and decrease the influence of Afar people across the country.
And today, some might argue that Afar people do have leaders in the country, but they don't. These are few people that have been paid off. You look at the military right now, whereas in 1977, 60 to 61% of the military was Afar. Today, it's down to 20%. You look at government ministers. There are some Afar ministers, but in relation to the power that they have, as well, the power that they have and the power that Isa ministers have are not in parallel. Afar ministers are figureheads who have no real power, whereas Isa ministers actually have power to influence policy and money in the country. And so today they've used their own people against us by paying them off, and that's how Afar people are living in the country today. توكلي إتما هاي عفرتنا أمنا حلتا وما يبرت أسيسة تهني colonize marginalisé تبيني abused يعني تدخل سوا عدينا يده عفر وقلته يده لو إننا باروك 90% لمريده يعني minority وما نكني لابتم حينيني جبهت هيني ده وجبهتها فريد مي عليه وجبهت يعني كهينمي لما مده يعني كهينمي عدالة أبانا ما عفر كعيسي فنتاي كديمقراسي اللي باهرنا ديكتاتوريت أبان عيبيه ده. Sure. As I was just speaking to the tribal hegemony of the Djibouti government, we'll move on to what came after this. What was the Afar response to this? Afar started an armed resistance called FREED, which stands for Front for Restoration of Unity and Democracy. The two demands that this pro-Afar group had was to establish democracy first and foremost, and to rebalance the ethnic-based power in the country, whether that's in government and the military. وعدينا يدح أما عيبي يكي وعدينا يدح 1991 عفر باروكو يعني بولو سقلتها بنحلتما يعني تبرسك تدح يسحكي جيتم يعني فرق سكتدح عفرها باور بيتا مكا عندي كبر الدسكته يدح ودير فرنساوي كان الدائرة يسدح أنا وغريكي أنا ويتم بها هايته أقولت يعني كان هايته وهو كدري أمره دولة مره عيسى سلاح الداحي وهايته ما ونا لا يدحي رواندا لا بول كاغامي أسا أباه كاميرا إفبير فرنساوي يعني حاجد حينيني سني بارو بوكوسيني هسا كنا محكا يدح رواندا حيلتم لكن قبوتي الفرنساوي عفرت أبتي أيلسيو ودير بارو كينك بينه أسا كنا ودير عفرا وما يبلوت يعني تنيه دي حساكو. So the armed resistance showed the importance, or what happens right now at that time, that the Afar owned land. The Afar people own 90% of the land in Djibouti, yet they're a minority in government, in all functions of government. And so this was due to the French government picking favorites. فرنساوي أنا ويتبهته رواندا لا يدح هوتو كي توتسي يعني تومي عدينا يدح توتسي بارو عديك دب هايتي فرنساوي يعني فرنساوي حاجدي حينته يدح ما يتبلي سيفرت يعني حليانا ما يعني فرنساوي حنيني سني بارو بينه يدح قبوتي الفريد وهو قلته يدح فرنساوي تيميني سكته هو فرنساوي فريد مكوت بيته أساكونا يدح بارو كي كينك بيني وماني أكو كساه يدح أفر حاجد ما معنا يدح. So during the war, the Afar people, the Freed Army, controlled 3/4 of the land during the war. And when the French started negotiations, he's given an example to what happened in Rwanda between the Hutsis and Tutsis, and that the Hutsis didn't want the involvement of the French in the affairs of the civil war that was happening in the country. And looking at today, they're a country who are benefiting from the struggles that they faced, as well as a country today that's economically moving forward. But when you look at Djibouti, when the French decided to speak between the government and the Afar people, it was a fake agreement that did not benefit the Afar community or the Afar people or Freed.
And today, in many ways, we are where we started. Even today, the way that the French play in the country's internal politics still favors one ethnic group over the other. Mr. Hassan, do you mind just letting Mr. Hussein know to make his closing remarks? Okay. Aisa Dayus na Okay. Bon, أساسكنه إتما يدحي توا يو عفر وهي مقولتو عدينا يده سنام يعني عفرك مجمرة عيسي مجمرة عفرك الدعيده جينوسايد هي وعدينا يدح أنو دنهاج أختبه يدح محكا دعوتاي يعني وكلي دعوة يعني الديوسه هو أركت أمهتي يدح ICC court. Nah, so after the I guess the negotiation between the government and the Afar people, as you can see, these are the aftermaths of that in terms of genocide, erasing Afar people and their history. In my own personal family, my sister's husband was killed in front of her in one of the rural villages, and Hussein has been working to file grievances with the Hague, the International Court of Crime. International Criminal Court in The Hague. Donc أساكونا يدح أساكونا جيبوتي أما كايدح أما مريكي معاشة اللي بدح أمريكا عسكر اللي تندح فرنساوي عسكر اللي تندح شينا عسكر اللي تندح جابانيزي عسكر اللي تندح إيطاليا عسكر اللي تندح جرمن يعني اللي جيتي مدح كندا يعني عسكر اللي جيتي تندح إسبانيش اللي جيتي مدح أهاي الدحاي ديمقراطي لبارو هده ديمقراطي لبارو قبوتي هذا النوكيني هده ديكتاتوريك عن قرب ميانا ده عفارة طبعا عدمكي عن قرب ميانا ده تنحل تماي ده هاي واقسانا مده سني بارو الدفران ما أفريقيا ما بانا هده. So as you guys can see, all the countries that have military bases in Djibouti, all these countries pride themselves in being modern democracies that care about human rights and human rights violations. Yet they know what's happening in the country. They know what's happening against the Afar people every day, and they yet choose to not see a thing and ignore the issues that are happening right in front of them. أسا كنا يدح محتياي جيبوتي أسا أولي جيبوتي ديكتاتورك تنباريو يدح ما قمري جيبوتي كي عفر تكاي أكا شعبي يعني تكاي يدح حبانه يدح باروي أوروبا فن يماتيني أمريكا فن يماتيني كندا مقونه يدح كادونا كودانا يدح. So due to the circumstance in the country, in the last 10 to 15 years, you've seen a lot of Djiboutians leaving the country for better life, whether that's in Canada, the US, or Europe. It's because of the policies that the current government is installing or implementing. لكن يدح أسا كنا بو جيبوتي أبو لها وعدنا إيتا ما هي تبلي محتيا إيتا أسا كنا جيبوتي ديكتاتور وديركون هايتو منده أماتيا تسا كنا أنو جيبوتي مريكي كاك فورم يعني فردينتا لما possibility رعتاه يده سلاح ودير يكوعيني جبهات هانم كيده قبوتي شعبي يعني كاتوك تاماه يده. So as you guys know, there's an election in Djibouti next month. The president's trying to vie for a fifth mandate. And this is an election that we already know the outcome to. But if we look at what are the options today that the people have, that Djibouti citizens have, there are two scenarios on the table today. One is that people on the ground rise up and demand their rights and to his rule, or that there needs to be an armed struggle in the country, or possibility of an armed struggle in the country to change the current circumstance in the country. تو حاجة عم بالله جديد أكد يعني سولسة at the end أكد يعني سولسة هاي تسمع العمر وبلنا موباي أديكتاتور فوري لنا يعني راعلي أسوأ لك خبر أماتيك لايده أدو اللي أوروبا كي أمريكا عسكرايده ورفن انتي تالفتاه لونا كل ساكونا أقابو حيلي سكسانا جينوسايد أكو كسا فريناني مأباستاهده كلك عدس كل سلاحات سينما بكاسي تكساهده عجيب كده تريم توهي من ده. So as you know, today, the president is able to do all that he is by getting rich and getting his family rich, by still committing acts of genocide and erasing of Afar history throughout the country. And yet he's doing all of this in front of
the U.S. military, the French military, the Italian military. And so all these things are things that they are closing their eyes to, are ignoring. All these things that are happening in front of them. All these countries have intelligence and militaries in the country, so they know what's happening in every part of the country, yet they choose to stay silent. Thank you. Thank you so much. هكا يسوق.